بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كوره الجمهور. حلقه على الشوايه، حلقه سخنه. في البدايه وقبل اي حاجه عزيزي المشاهد، لو كنت من الناس اللي هي حلمها انه تشوف منتخب مصر زي باقي المنتخبات، فاركن على جنب ونام ننه. والله بكلمك بجد، اركن على جنب ونام ننه. قول لي ليه؟ والله بالصدفه النهارده بشوف لقاء عادي جدا للكابتن حسن شحاته، كان في لقاء تلفزيوني. فبيتكلم بيقول والله العظيم انا خرجت من المنتخب بقرار سيادي. القرار السيادي كان موجود من اتحاد الكوره، وبعد كده لما المحاور ليه زاد في الكلام، فالكابتن حسن شحاته بيقول انا مش عاوز ادخل في السياسه. اذا يجب عليك ان تعلم انه حال البلد دي من حال كوره. بص على اللي بيحصل، المعجنه اللي بتحصل في الكوره عندنا، وهتعرف الباقي ماشي ازاي. فالمعجنه دي والحال اللي احنا ماشيين بيه ده في الكوره، ده لا يرضي ربنا ولا يرضي حد. احنا نفسنا ان احنا نشوف منتخبنا زي اي منتخب في الدنيا، منتخب نقدر نفرح بيه، منتخب يقدر يفرحنا، منتخب نقدر نحس انه والله العظيم لا المنتخب ده لو نافس على اي بطولة، لا احنا المصنف رقم واحد. ده المفروض جيل 2006 و2008 و2010 عودنا على كده. ومنتخب مصر، اسم منتخب مصر، عودنا على كده. فاحنا مفيش امل الا اذا احنا فوقنا ونفضنا التراب اللي علينا عشان نقدر نرجع زي الاول واحسن. عشان ترجع زي الاول محتاج تخطيط، محتاج قبل ده كله نية. انك انت هتعمل الحاجة دي مش عشان المكان اللي انت قاعد فيه، هتعمل الحاجة دي علشان انت حابب انه المكان ده يبقى احسن مكان. ليه؟ لانه مكان بيعبر وبيدل على بلدك مصر. مصر يعني 7 افريقيا. مصر يعني اتفرج على 2006 واتفرج على ماتش البرازيل وايطاليا. مش ده حالنا ولا ده حال الكرة في مصر، ولكن هي فترة مش كبيرة بإذن الله. يعني هي فترة مش كبيرة، وبإذن الله هنرجع أحسن من الأول.